أهلا بكم مشاهدينا، وهذه الحلقة الجديدة من المشهد اليوم كما اعتدنا في الأيام الأخيرة هو مشهد مصري. ربما يدور في خلد المصريين جميعا كثير من الأسئلة: لماذا ما حدث؟ ومن وراء ما حدث؟ وما هي تفاصيل ما يحدث؟ ولماذا؟ لمصلحة من؟ لماذا هذا التناحر ولماذا هذا التقاتل؟ ولكن يظل السؤال الملح والأكثر أهمية: كيف نخرج من المأزق الحالي؟ لا شك ويكاد يتفق الجميع أننا في مأزق الآن يخسر فيه الرابحون والخاسرون سياسيا، والخاسر الأكبر هو المواطن المصري. كيف نخرج من هذا المأزق وكيف نخرج من هذه الأزمة؟ نحاول أن نقترب من المبادرات المطروحة والمقترحات المطروحة من شتى القوى والشخصيات العامة والمؤثرة في المجتمع خروجا من هذا المأزق الراهن، ونحن نتابع بالطبع التطورات على الأرض في الشوارع المصرية، في العاصمة وفي المدن، بل وفي البلدات المختلفة في أقاليم مصر. ضيفانا في حلقة اليوم الأستاذ مجدي حمدان، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية. أهلا بحضرتك أستاذ مجدي. والأستاذ محمد عبد الحليم السيسي، عضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة. أهلا بكم. أهلا بكم مرة أخرى. ولعل التطور الأبرز هو قرار الحرس الجمهوري بحظر التظاهر في محيط قصر الاتحادية، وهو القرار الذي بدأ سريانه بالفعل منذ 3 أي قبل ساعة من الآن، وما زالت تتتابع التطورات، ونحن في انتظار تطورات وفي انتظار مبادرات وانتظار المزيد، وأيضا ما سيأتي في كلمة رئيس الجمهورية المزمع أن يلقيها على الشعب اليوم. ولكن حتى ذلك الحين نحاول أن نقترب من المشهد. بداية أستاذ محمد عبد الحليم السيسي، القرار الأخير بحظر التظاهر ربما بعث بصيصا من الأمل بعدم تكرار ما حدث بالأمس أيام ما كان المسؤول ومن المحرض، فنحن الآن لسنا قضاة ولا نبحث في المسائل القضائية. ولكن هذا القرار كيف تنظر له، وكيف يمكن أن يؤثر أيضا في خطوات تالية وتطورات تالية يرغب فيها الشعب لحقن الدماء؟ لا شك أن قرار حظر التظاهر في محيط قصر الاتحادية هو قرار حكيم وتأخر كثيرا، وكان ينبغي أن يكون في وقت مبكر من هذا. ولعل يعني دماء الشهداء التي سقطت بالأمس وكلنا نبكي ونبكي دما على هذه الدماء الطاهرة الزكية التي نسأل الله لها الرحمة والمغفرة، ونسأل الله أن يحمي مصر ويحفظها من كل سوء ويقيها شر التدخل سواء من الخارج أو المتربصين بمصالح مصر هنا أو هناك. نتمنى بالفعل ألا تسقط دماء أخرى، وألا يقع ضحايا، وألا يقع مصابين، وأن يعني يتحمل الجميع مسؤوليته. نريد من كافة القوى الوطنية والسياسية أن تتحمل مسؤوليتها، وألا تقصر في أداء الواجب، وأن تكف عن المناكفة السياسية والمناكفة ضد يعني محاولة التقدم بمصر وإنشاء مجلس، يعني إنشاء مجلس شعب، أو يعني نريد بالفعل أن يستفتى الشعب على هذا الدستور وتنتهي المرحلة الانتقالية بأسرع وقت. وهذه طبعا سبب من ضمن الأسباب، لأن احنا في الأسبوع الماضي حدثت عدة أحداث، منها مليونية في ميدان التحرير حضر فيها 10,000، ومليونية أخرى في ميدان جامعة القاهرة احتشد فيها أيضا مؤيدي الدكتور محمد مرسي. وهاتان الحدثان كان سلميان لأقصى درجة، وكل يعبر عن رأيه بغض النظر عن التجاوزات التي قيلت هنا أو هناك، وهي غير مقبولة، ولكنها لم تصل إلى مرحلة الاقتتال. ما حدث في قصر الاتحادية أو أمام قصر الاتحادية أول أمس هو الذي دفع المؤيدين للدكتور مرسي إلى الذهاب إلى هناك، ومحاولات إلقاء زجاجات المولوتوف أو الاعتداء على موكب الرئيس، أو منادات البعض ممن كانوا مرشحين
في المرحلة الماضية على منصب الرئاسة بضرورة يعني عدم الاعتراف بشرعية الرئيس ونزع الشرعية منه، وضرورة سحب الإعلان الدستوري ووقف إجراء الاستفتاء على الدستور. هذا يمكن أن يقال في مجال السياسة، لكن لا يمكن أن يقال بفعل الحجارة والمولوتوف يعني تبادل الرشقات من هنا أو هناك. اللي حدث أمام قصر الاتحادية من هجوم على الرئيس وهجوم على موكبه ومحاولة التطاول عليه ومحاولة اقتحام القصر دفع كل المؤيدين ليس من الإخوان فحسب ولكن من كثيرين من الشعب المصري إلى الذهاب إلى هناك. أنا أقول حينما وصل الناس في الساعة 4 أو 5 حدثت بعض المناوشات بين المعتصمين وبين مؤيدي الرئيس مرسي، ولكن لم يحدث نتيجة هذه المناوشات لا إصابات ولا قتلى، ويعني ما رأيناه يعني كان رد فعل عنيف. الدكتور البرادعي وما نشره في الفاينانشال تايمز وهو يدعو إلى العنف أو يعني يؤكد على أن هناك عنف سيكون في الشارع المصري، وهذا التأكيد المتواصل على العنف والإصرار عليه يعني يجعل من الغرب ينظر إلينا وكأننا فرق متناحرة لا نريد أن تنتهي المرحلة الانتقالية. والآخر الذي يدعو إلى إسقاط الشرعية عن الرئيس مرسي هو أيضا يعني كان يبغي أن يكون رئيسا ويرفض أن يعترف بخسارته، وهذه أيضا نكبة كبيرة. كلنا نرى في النظم الديمقراطية رومني يخسر الانتخابات يعترف بنتيجة الانتخابات ويتكاتف مع الرئيس المنتخب، وغيره في فرنسا كذلك. في كل دول العالم الديمقراطي نعطي الفرصة للرئيس المنتخب أن يدير شؤون البلاد بغض النظر عن الإعلان الدستوري وهل هو دستوري وهل من حقه يصدر إعلانات دستورية. هذا مجال جدل قانوني وسياسي هذا بالطبع يعني نقطة أخرى هنتطرق إليها في الحديث، ولكن يعني أرجو في الأول الأستاذ مجدي حمدان أن يعطينا وجهة نظره عما حدث، وهل فعلا هناك أمل؟ هل أنت متفائل بشأن الخطوات التالية بعد يعني أو في ظل هذه المبادرات التي تصدر ويصدر منها ردود فعل إيجابية أو تعليقات إيجابية من كثير من القوى السياسية؟ بداية خلينا نعزي أهل الشهداء ونسأل الله لهم الرحمة والدخول في فسيح جناته، ونتمنى لأهلهم الصبر والسلوان. موضوع الذي أثاره الأخ الأستاذ محمد السيسي، أنا لم أتواجد هنا لأشير من قريب أو بعيد للأحداث التي حدثت في الفترة الماضية، إنما أتيت لكي أقول إن هناك عدة مبادرات ونحن اتبعنا الطريق السلمي منذ أول لحظة، منذ 11 فبراير ونحن نتبع طرق السلمية في التظاهرات أو في الاعتصام. من جهة التطاول على السيد الرئيس، لم يحدث تطاول على السيد الرئيس. السيد الرئيس كان في حماية الحرس الجمهوري وخرج من الباب الرئيسي وعاد في ظل الاعتصام من الباب الرئيسي، ولم يحدث أي تطاول من جهة المعتصمين بأي شكل كان. المناوشات التي تمت، وأنا لم أكن أريد أن أتطرق لما حدث لأن تكلم الأستاذ محمد السيسي عنها فيجب أن أرد عليه برده. المناوشات التي حدثت كانت هناك 18 خيمة لمعتصمين سلميين، لم يكن أحدهم يحمل سلاح ولم يحمل حجر ولم يعتدي على أحد. 18 خيمة أمام القصر الاتحادية أقيمت بشكل سلمي، والناس قاعدة لغاية أذان العصر متواجدة بشكل سلمي بترفع مطالب مشروعة، مطالب سلمية. وجاءت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وباقي التيارات الإسلامية ودخلوا بالقوة وهجموا على الخيام بقوة واعتدوا وقتلوا من قتل وأصابوا من أصاب، فكانت الإصابات تتعدى 220 في أول ربع ساعة. 220. حتى هناك أحد الصحفيين تلقى ضربة على رأسه، وهو صحفي في أحد القنوات المشهورة وأحد المذيعات، وكلهم كانوا يتحدثون بلغة الصحافة. نحن أتينا إلى هنا لكي نصل الصورة إلى العالم. حتى يعني لا نخوض في أنا طبعا هرد على نقطة أخيرة. نقطة أخيرة. الدكتور برادعي ما قالش إن مصر سوف تنجرف إلى العنف، قال إن ما يحدث سوف يؤدي إلى العنف، وليس إن احنا بنضع مبدأ العنف. نحن لا نضع، نحن تعاملنا مع النظام السابق بمبدأ السلمية حتى 11 فبراير، حتى خروج النظام. شرعية الرئيس أو عدم شرعيته هي على المحك بيد الرئيس وليس بيدنا نحن. الرئيس عندما أعلن الإعلان الدستوري في 19 فبراير هو أعلن أن شرعيته أصبحت على المحك. عندما يصيغ كل الصلاحيات المطلقة في يده هو بيعلن أنه الرئيس الحاكم الفرد، مما يفقده شرعيته. عندما تكون هناك
دماء تراق في الشارع المصري ما بين المصريين فشرعيته تبقى المحك. الرئيس الفعلي لا يسمح للمصريين بأن يتقاتلوا. الرئيس الذي يعلي هيبة الدولة لا يسقط دولة القانون. إذا كانت الشرعية للرئيس هو بالانتخاب فهو الآن يمحي شرعيته من الشارع المصري ولسنا نحن من نمحيها. طيب نتحول بعد ذلك حتى لا نستطيع يعني ندخل في تفاصيل. هي في الواقع هذه من عمل القضاء وليس من عمل الإعلام. نعم. ولا نخلط بين العمل الإعلامي والقضائي أو الشرطي يعني. وهبدأ مع حضرتك أستاذ مجدي. يعني هناك كثير من المبادرات والمقترحات التي صدرت. هناك من الردود الأفعال الإيجابية وهناك السلبية، هناك المتفائلة وهناك ما هي غير ذلك، ولكن يظل الموضوع الملح جدا الآن هو حقن دماء المصريين. هل تتفق مع ذلك الطرح في البداية قبل أن نتحول إلى تفاصيل؟ بالطبع نحن ننادي بالسلمية ولم ننادي لكن بغض النظر عن هناك 7 سيناريوهات تواجدت في الساحة خلال الاسبوع او ال10 ايام الماضيه. كان منها سيناريو طرحه الدكتور وحيد عبد المجيد، منها سيناريو طرحه المستشار زكريا عبد العزيز، منها سيناريو طرحه الدكتور ايمن الصياد، وسيناريو طرحه المستشار محمود خضيري، وسيناريو طرحه حزب الوسط. طيب كل ذلك سنتطرق عليه تفصيلا، ولكن اسمح لي دلوقتي معنا زميلي حازم كمال من محيط قصر إلى ضيفي الاستوديو. كنت أتحدث أستاذ مجدي عن المبادرات المطروحة وهي مختلفة الحقيقة فيها. صدر أيضا من الأزهر هناك مبادرة التوافق أو حوار وطني. نعم. مبادرة الدكتور نبتدي هم 7 سيناريوهات بالضبط. مبادرة الدكتور وحيد عبد المجيد كانت بتقول إنه يتم تشكيل لجنة قانونية مهمتها التنسيق ما بين الدستور وبين مشروع الدستور، مجموعة المستقلين أو المنسحبين كما يطلقون عليهم. نعم. وتوضع هذه كل التغيرات أو كل هذه الأفكار في لجنة أو في شكل معين يتم الاستفتاء عليه. دي مبادرة الدكتور وحيد عبد المجيد. المبادرة بتاعت الأستاذ محمد أنور السادات كانت بتقول أن يتم طرح دستور 71 بالتعديلات ال9 مواد التي تم الاستفتاء عليها بجانب الدستور الحالي، ويضعوا الاثنين في صندوق الاستفتاء للاستفتاء عليهم. فإذا قام الناخب المصري باختيار أي دستور منهم يتم تطبيقه لمدة عام واحد ثم يتم عمل تعديلات عليه. المبادرة التي قام بها الدكتور أيمن الصياد وهي كانت تتلخص في أن يستفتي الشعب بالفعل على دستور 71 مع التعديلات على أن يكون هذا الدستور مؤقت لمدة 5 سنوات فقط لا غير، ثم يتم وضع دستور جديد بعد انتخاب مجلس شعب جديد. المبادرة التي طرحها الدكتور محمود مكي نائب الرئيس وهي المبادرة ذات الجدل الأوسع. الدكتور محمود مكي ينادي في مبادرته بالاستفتاء على الدستور ثم انتخاب مجلس الشعب ثم وضع التعديلات المقترحة أمام مجلس الشعب الجديد لأخذ التصويت عليها في مجلس الشعب ثم طرحها للاستفتاء إن أمكن، أو ترك الأمر لمجلس الشعب، ترك الأمر لمجلس الشعب حسب ما يحدد مشروع الدستور. وده طبعا يحدد ان في تلت ممكن يقدم بيدخلنا بالتعديل زي ما قلت لحضرتك كده. ده بيدخلنا في جدل واسع، لأن أنا دلوقتي لما أجي أطرح عليك مبادرة إن أنا عايز الدستور، أنا عايز مجلس الشعب القادم يكون كله بشكل قائم، فحضرتك طارح في الدستور الحالي ان هو يكون التلت والتلتين، فبالتالي انا لما اعرض عليك استفتاء بان انا احلك مش هتوافق عليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا ما فيش حاجه اسمها وثيقه مكتوبه عشان نطرح بيها المبادره. الوثيقه اللي تمت قبل كده اثناء انتخاب السيد الرئيس مع اللجنه الوطنيه اللي ذهبت له زي الدكتور الاستاذ حمدي قنديل وغيرهم، وطرحوا عليه وثيقة العهد من 22 بند لم يؤخذ بها ولا بند واحد، وكان من أهم البنود الرئيسية بتاعتها حل اللجنة التأسيسية. دي من ضمن المبادرات. المبادرة التي نرى أنها في الاتجاه ربما يكون الاتجاه الصحيح والسليم لتنفيذها، والمبادرة التي تحظى بالعقلانية. عندما تقول نرى أستاذ مجدي تقصد الجبهة؟ أقصد الجبهة الديمقراطية أم تقصد جبهة الإنقاذ؟ جبهة الإنقاذ الوطني. هي أخذت قرار بالفعل وأدته في بيان بالأمس بأن إسقاط الإعلان الدستوري ثم التحول. لكن أنا أرى من وجهة نظري الشخصية والسياسية أن المبادرة الوحيدة التي يمكن أن تفعل ويكون لها دور وقبول في الشارع المصري هي مبادرة المستشار محمود الخضيري. المستشار محمود الخضيري بيقول في مبادرته أن هي يقام إعادة المشروع الدستور مرة أخرى إلى اللجنة التأسيسية.
ثم تعاد المقترحات التي تم الاتفاق عليها بين القوى السياسية وتوضع في إطار، ثم يتم التوافق على المقترحات المقدمة، ثم يطرح الدستور بعدها بشهرين للاستفتاء. هذه مبادرة معقولة فيها عقلانية لأنها تأخذ باتجاه الجانبين، إلا أن المبادرات الأخرى نرى أنها بتجري في اتجاه خاطئ، لأنها لا أنا آسف أنا نسيت أنوه أن المستشار محمود الخضيري أعلن أيضا عن تجميد الإعلان الدستوري، وهو من ضمن المبادئ الأساسية التي ننادي بها تجميد الإعلان الدستوري. فبالتالي أنا أرى من وجهة نظر شخصية أن مبادرة المستشار محمود الخضيري هي المبادرة الوحيدة التي يمكن أن تلقى قبول في الساحة السياسية المصرية. في طبعا أيضا مبادرة المستشار زكريا عبد العزيز. زكريا عبد العزيز هي مشابهة عبارة عن 4 نقاط، وهي مشابهة، بس مبادرة المستشار زكريا عبد العزيز قالت أن يتم إرجاء الاستفتاء لمدة أسبوع. نعم. ولم تنص صراحة على تجميد الإعلان الدستوري. لا، هي قال نمرة 1 تجميد الإعلان الدستوري، ثم إرجاء لمدة أسبوع ثم نعم. فالأسبوع ده أنا أرى أن في الأسبوع ده لن يتم التوافق على التعديلات المقترحة، لأن التعديلات المقترحة في 51 مادة من 234 مادة، فتأخذ مدة أكبر من أسبوع. وفي كلام يعني في إن هي 12 مادة فقط. هم 51 مادة. ده يعني هو في اختلاف برضه داخلي بين السيد نائب الرئيس بالأمس إن هم 51 مادة. المستشار محمود مكي أعلن إن هم 51 مادة. طيب هذا إجمالا كما ترى أستاذ مجدي. الأستاذ محمد عبد الحليم السيسي، هل هناك من هذه المبادرات التي تلقى استحسانا ولو مبدئيا في الجبهة الأخرى أو الجانب الآخر التيار الإسلامي؟ لا، هو طبعا يعني هذه المبادرات محتاجة ترتيب وإعادة صياغة، ومحتاجة توافق وطني عليها. إذا كنا هنتكلم على 9 مبادرات ولا 7 مبادرات كلها بتبتعد عن ما توصلت إليه الجمعية التأسيسية من نصوص ومواد. وأنا عايز أقول يعني سبب ما يحدث من أحداث في مصر ليس الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري جاء بعد بداية الأحداث في محمد محمود، والمناداة بإسقاط النظام رفعت في ميدان التحرير قبل الإعلان الدستوري. لكن هي القضية كلها في هذا الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية. هناك كثير من يريد أن يعطل استفتاء الشعب عليه والانتقال من المرحلة الانتقالية اللي فيها حالة سيولة إلى مرحلة الدولة المؤسسية اللي فيها مجلس شعب وشورى ورئيس وزراء وسلطات دولة تمارس أعمال. الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية في 13 وقعوا على يعني المواد الخلافية، كان من ضمنها المادة الثانية والمادة الثالثة والمادة الرابعة والمادة المتعلقة بالمرأة ومواد أخرى، ووقعوا عليها الدكتور منصف سليمان والدكتور إدوار غالي والسيد عمرو موسى وغيره من القوى الليبرالية وقعت على هذا في 13. فلماذا قبل انتهاء الجمعية التأسيسية ب10 أيام أو بأسبوعين تبدأ الانسحابات المفاجئة التي ليس لها مبرر على الإطلاق؟ والجمعية لما صوتت على هذا الدستور صوتت بنسبة عددية بالنسبة للحاضرين لا تقل عن 97% من نسبة 85 عضو الذين حضروا في هذه الجمعية. اللي أنا عايز أقوله إن أي تعديلات في هذا الدستور واردة. إحنا نضع دستور ولا نضع قرآن، يعني هذا الدستور قابل للتعديل، والشعب المصري هو صاحب السيادة، ونقول ذلك في الدستور المصري وغير الدستور المصري. هذا مبدأ قانوني متعارف عليه. فإذا الشعب المصري يعني صوت بلا على هذا الدستور، والقوى السياسية التي ترفض هذا الدستور عليها أن تمارس عملا سياسيا في الشارع وليس أعمال أخرى كاعتصامات وحرق منشآت وما إلى ذلك، تنزل إلى الشارع وتقول لماذا لا، وتثقف. نريد أن ينزل الشارع المصري ويقرأ هذا الدستور ويتعرف عليه عن طريق القوى السياسية المختلفة الذين يقولون لكن هي نعم المعضلة في أنه لا يقولون لا. نعم. محاولة لي الزراع والعودة إلى المرحلة السيولة مرة أخرى لعام أو 5 أعوام، وضع دستور 71 لمدة 5 أعوام مع بعض التعديلات، هذا يدخلنا في مرحلة صراع هيستمر 5 سنوات، ونحن لا نريد ذلك. نريد أن تنتهي المرحلة الانتقالية. وإذا كانوا أغلبية في الشارع المصري ونعترف بصناديق الانتخاب كطريقة ديمقراطية وآلية قانونية ودستورية للتداول السلمي للسلطة، لتعديل الدستور، للانتخابات البرلمانية، لإنشاء المؤسسات وتقويتها وتقوية دعائم المجتمع، نريد فعلا أن نبني مصر
لكن إذا كان البعض يعترض على بعض مواد الدستور وهو نسبة قليلة في المجتمع ويزعم أن الشعب المصري يرفض هذا الدستور، فلماذا لا يطرح وجهة نظره للشعب؟ والشعب هو صاحب السلطة في النهاية، يصوت بلا. حينما يخرج الشعب المصري بنسبة 51% ويقولون لا لهذا الدستور، حينئذ ستعاد تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد، ليس وفق الإعلان الذي أصدره الرئيس مرسي أن يشكلها بإرادة منفردة. أعتقد وأتوقع أن يحدث توافق كبير جدا، إما أن تتوافق القوى السياسية على جمعية تأسيسية جديدة تصوغ دستور، أو يصدر إعلان دستوري تنتخب من خلاله جمعية تأسيسية من 100 أو 150 عضو أو 200 عضو والشعب المصري ينتخبها. وفي هذه الحالة ما تصوغه الجمعية لا يحتاج إلى استفتاء. يعني الجمعية التأسيسية المنتخبة التي تنتخب من الشعب مباشرة تصوغ دستورا وتنتهي بمجرد صياغة هذا الدستور، ويصبح هذا الدستور معمول به. وهذه طريقة من طريقة صناعة الدساتير. نعم. ولكن ربما يكون هناك أيضا صعوبة وتعقيد في مسألة انتخاب. هو لا بديل غير الانتخاب. نعم. الجمعية الحالية التي أعدت هذا الدستور انتخبت على درجتين، ونالت التصويت في البرلمان قبل حله مجلسي الشعب والشورى، وصوتت عليه، واتفق المجتمعون جميعا من القوى الليبرالية واليسارية والعلمانية والقوى الإسلامية على هذه النسب في الجمعية، وجلسوا في مقر حزب الوفد، وكان السيد البدوي هو الذي يرعى هذا الاتفاق. فبعد 5 أشهر ونصف اكتشفوا فجأة أن هناك أغلبية من الإسلاميين. كيف؟ إذا كان الإسلاميين اكتفوا ب 23 مقعد للحرية والعدالة و9 مقاعد للنور، والوسط يعني خد مقعد واحد. طيب خلينا أتوقف عند هذه النقطة مع الأستاذ مجدي، لأنه هذه نقطة برضو يمكن محورية، إنه هو تم اختيارها وتم الاتفاق على ذلك وتم إقرارها حسب ما جاء في الإعلانات أو القواعد التي أعلنها المجلس العسكري، ثم قبلت من جانب الأعضاء الآخرين وقبلوا العضوية فيها فعلا واستمروا شهورا، ثم ظهرت المشكلة. هناك من يقول أنه لا يستطيع، لا يقبل يعني أن يصوت أو يستفتى على مشروع الدستور بحالته، لأننا غير موافقين أساسا على الجمعية التأسيسية، في حين أن من يقول ذلك هو عضو في الجمعية التأسيسية. هذا ما يرد به من الطرف الآخر. ماذا تقول؟ يعني هذه معضلة فعلا. عندما تعلم أن الجمعية التأسيسية ظهر حكم بحلها، أليس هذا عوار في تشكيل الجمعية التأسيسية؟ عندما يتم تعيين 25% من أعضاء الجمعية التأسيسية كمستشار الرئيس أو عاملين بالمجلس الرئاسي، أليس هذا عوار في الجمعية التأسيسية؟ عندما يتم طرح المواد 25% من أعضاء الجمعية التأسيسية يا إما مستشار الرئيس، يا إما وزراء، يا إما ما يدورون في فلك الرئاسة. 25% منهم. ولدي الأسماء، وإذا كنت حضرتك تحب أنا أطرحها. طبعا هناك من يعارض ذلك، هذا بالنسبة، لكن طبعا العوار في تأسيس الجمعية المادة تقريبا 41 من الإعلان الدستوري كانت تنص على أن مجلسي الشعب والشورى يقوموا بانتخاب 100 عضو وليس انتخاب أنفسهم، وهذا عوار واضح في تطبيق المادة 41 من الإعلان الدستوري. بالنسبة للنقطة المهمة اللي دايما الأستاذ محمد الليثي يعود لها، هذا أيضا فيه خلاف قانوني أو دقيق. من ينتخبوا، هل ينفع ينتخبوا أنفسهم ولا ينفع؟ هل ينفع ينتخبوا من المجلس؟ وعلى هذا الأساس تم صدور حكم من محكمة الإدارية بحل الجمعية التأسيسية. دي حاجة. رأي مستشاري الرئيس في خلال الفترة اللي فاتت واستقالاتهم الكمية بهذا الكم، السيد الرئيس لم يستمع إلى أي مقترح من مقترحات مستشار الرئيس، لذلك هم قدموا استقالتهم، مما يعني أن السيد الرئيس لا يعود إلى القوى الوطنية، بل بالعكس هو يستأثر بقراره بنفسه. هنا نقطة الحقيقة أعلنها الدكتور الصياد في إعلانه عن استقالة مستشار الرئيس، أن المجلس الشرعي أو هؤلاء المستشارين استقالوا بعدما أن حاولوا على مدى الأيام السابقة التوصل إلى حل يخرج من الأزمة ولكنهم لم يجدوا استجابة من كافة الأطراف. حتى نكون دقيقين في اتخاذ القرار. يعني هو لم يلقي المسؤولية على طرف من الأطراف، ولكن من كافة الأطراف. أنا لا أعرف ماذا يقصد بكافة الأطراف. نفهم من هذا الحوار، نفهم من هذا المعنى، من هذا المعنى أن هناك من يتخذ القرار وليس السيد الرئيس. لذا عندما عادوا إلى من يتخذ القرار لم يعطوهم الإجابة الشافية فقدموا استقالتهم. ونرى أيضا إذا كان الأستاذ محمد ينادي بالذهاب إلى صناديق الاقتراع،
فأنا أقول لحضرتك معلومة ولابد يعلمها الشارع المصري، إنه بيتم من أسبوع بالضبط تجميع البطاقات الشخصية في ريف مصر، في المجموعة البسيطة من فلاحي مصر، لتجميعها وأخذ أرقامها للتأييد في الصندوق القادم والقول نعم بغض النظر عما حدث في هذا الدستور. هو طبعا هذه ربما برضه يعني تدخل في اتهامات يعني تحتاج تحقيق وقضاء وما إلى ذلك، ليست مجال حوار مجال حوارنا، لكن تمام. يعني ليتنا نركز على مسألة المبادرات، لأنها بالفعل هي مفيدة للشعب. المبادرة التي طرحها المستشار محمود الخضيري هو عضو بالحرية والعدالة وليس عضو في أي حزب من أحزاب القوى المدنية. هو رجل من الثوار، هو رجل عضو أساسي في الحرية والعدالة وكان عضو مجلس الشعب، وراجل له رؤية صائبة ودائما ما تكون في صالح الوطن. أنا أرى من وجهة نظر شخصية أن المبادرة الوحيدة التي يمكن قبولها الآن في الساحة المصرية هي مبادرة المستشار محمود الخضيري بتجميد الإعلان الدستوري وإرجاء الاستفتاء، لأن المادة 60 من الدستور لا تعطي للرئيس حق سحب الاستفتاء بعد أن أطلق موعده، فبالتالي يمكنه إرجاع الدستور مرة أخرى للجنة التأسيسية ووضع المواد التي بها جدال أو بها خلاف إلى المائدة مرة أخرى للتحاور والتوافق عليها، وبإجماع القوى الوطنية عندما تتفق على صياغة معينة يتم طرح الدستور للاستفتاء بعد شهرين. فلماذا هذا الاستعجال؟ إذا كنا انتظرنا سنتين بعد رحيل مبارك، لماذا هذا الاستعجال الآن في الإعلان الدستوري وفي طرح الدستور للاستفتاء؟ يمكننا أن ننتظر الرئيس محمد مرسي ما زال رئيسا لمصر، فلماذا هذا الاستعجال؟ يمكننا أن ننتظر أسبوع، شهر، 2 3 إلى أن يتم وضع دستور تسير به الأمة ل100 عام قادمة. طيب دعنا نلقي مزيدا من الأضواء على هذه المبادرة، مبادرة المستشار الخضيري. ما دمت أستاذ مجدي حمدان عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية، وأنت قلت أن هذا هو رأيك الشخصي وليس رأي جبهة الإنقاذ، ولعل الأستاذ محمد عبد الحليم أيضا بتجميد الإعلان الدستوري قبل أي حوار. نعم، ولعل الأستاذ محمد عبد الحليم السيسي رغم أنه عضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة ربما هو الآخر يقول أنه لا يستطيع أن يعبر عن رأي الحزب رسميا. لكن إذا تحدثنا عن مسألة المبادرة التي طرحها المستشار الخضيري التي ترضي الأستاذ مجدي، ما يعيبها في اعتقادك أو ما لا توافق عليه في اعتقادك ماذا؟ أنها تصادر على ما توصلت إليه الجمعية التأسيسية. احنا الجمعية التأسيسية هذه منتخبة على درجتين ولها شرعية، وهي يعني لا تخضع لسلطة الرئيس. أما القول بأن الرئيس عين ربعها أو ما عينش ربعها، العبرة بالمنتج النهائي الذي صدر من هذه الجمعية. الجمعية شكلت قبل انتخاب الرئيس مرسي، وعقدت أولى جلساتها قبل انتخاب الرئيس مرسي، ومارست عملها بعيدا عن ضغوط الرئاسة. دليل ذلك أن الرئيس حينما أصدر هذا الإعلان الدستوري الأخير ومد مهلة شهرين للجمعية التأسيسية، لم تكن الجمعية في حاجة إلى هذه المهلة، وكانت على استعداد أن تمد لو وافق المنسحبون على العودة. لو أن المنسحبون رغبوا بالعودة والمشاركة في النقاش والاستفاضة فيه والحوار المجتمعي حول المواد الخلافية، إذا كان هناك مواد غير ال 12 مادة التي توافقوا عليها زي مادة المجتمع أو غيرها، كان يمكن أن تمد المهلة أكثر من 6 أشهر وتستمر إلى 8 أشهر كما نص في الإعلان الدستوري الأخير. لكن جميع المنسحبين رفضوا ذلك ورفضوا الإعلان الدستوري من حيث المبدأ وطلبوا بسحب الإعلان الدستوري إذا لم تكن هناك حاجة للمد. وهذا ما أدى إلى الجمعية التأسيسية تنتهي من أعمالها قبل انتهاء المدة ب10 أيام أو ب12 يوم اللي هي 12 ديسمبر. أقول يعني بالنسبة لهذه المبادرات، المستشار الخضيري ليس عضوا في الحرية والعدالة، هو الحرية والعدالة أيدته في انتخابات البرلمانية وكان مرشحا فرديا تحالف مع الحرية والعدالة وليس عضو في هذا الحزب، ولكن له مكانته وله تقديره وله احترامه. وكافة هذه المبادرات يمكن أن تكون محل نقاش إذا ارتضى القوى الوطنية الموجودة في الشارع المصري، خصوصا التي شاركت في الثورة وكانت جزءا منها ومن لحمتها، إذا ارتضت أن تجلس دون شروط مسبقة يمكن حينئذ أن تجتمع هذه القوى الوطنية. لكن ليس على تأجيل الإعلان الدستوري أو تأجيل الانتخابات أو تأجيل الاستفتاء. نتفق على صياغة محددة للمواد المختلف عليها، وهذه الصياغة يوقع عليها كل الأحزاب السياسية وتصبح وثيقة ملزمة للأحزاب السياسية أن تتقدم بها سواء في مجلس الشورى بعد الاستفتاء على الدستور أو مجلس الشعب القادم، وتكون ملزمة لكافة القوى السياسية أيا كانت نسب فرصها أو نسب الفوز في الانتخابات القادمة، تستطيع بالفعل أن يعاد التعديل فيها والاستفتاء عليها مرة أخرى. يعني حضرتك مع يعني حسم المسألة
مبكرا بالحوار. ومن خلال حوار حتى حول مواد مشروع الدستور التي صدرت بالفعل. التي عليها خلاف. لا نرفض ذلك، لكن أن يشترط أن يسحب الرئيس إعلانه قبل الحوار، هذا شرط يعني بعد هذه الدماء التي سالت لا يمكن أن يصر لكن كل طرف هذا الحوار على الذي طرف. تقبله أن يتم حول بنود مشروع الدستور طبعا، بحيث يتم التوافق إذا كان عليه. هناك خلاف هذه الوثيقة لا تطرح شك أن للاستفتاء. هذه تعتبر يعني دعنا نسميها مبادرة مبادرة من حزب الحرية لا والعدالة. أريد أن أسميها تنازلا، ولكن على الأقل من مبادرة من جانب الأستاذ محمد عبد الحليم، أو تنازلا عن رأيه السابق. حتى الإعلان الدستوري، الإعلان الدستوري لو توافقت القوى الوطنية على تجميد بعض المواد فيها، يمكن أن تطالب القوى الوطنية مجتمعة بما فيها الإسلامية وغير الإسلامية، العلمانية والمدنية المختلفة، يمكن أن تتقدم بهذه المبادرة بعد التوافق للسيد الرئيس ويجمد بعض بنود الإعلان الدستوري. أي أن يعني هذا كل هذا يوافق على الحديث حول فحوى كل من الإعلان الدستوري ومساواة أو مشروع الدستور. هل تعتقد أن ذلك يرضي، لأنه يعني بداية ربما يكون حلا للمشكلة وأيضا بداية لوضع دستور دائم؟ بيان جبهة الإنقاذ الوطني كان واضح وصريح. لا تحاور إلا بعد إسقاط الإعلان الدستوري الفاشي. الإعلان الدستوري بالست مواد بتاعته تؤهل إلى دولة الدكتاتورية. ما تقوليش حضرتك إن المادة الأولى التي تنادي بمحاكمة إعادة محاكمة النظام السابق حتى 11 فبراير وما تم بعد 11 فبراير، أحداث محمد محمود 1 و2، وما حدث لشهداء مسبيرو، وما حدث بعد ذلك في الأحداث التي في التظاهرات كلها من قتل متظاهرين، من سوف يحاكم عليها؟ لن يحاكم عليها أحد. لما تقول المادة السادسة منه أن الرئيس قراراته محصنة، وإن أي بتتكلم عن فرض إيه؟ قرارات أيوة. حالة الضرورة، ما لهاش علاقة فرض قرارات في حالة الضرورة. وما هي حالة الضرورة الممكنة؟ معنى ذلك أن احنا بنعد لقانون طوارئ جديد. هناك من رد سريعا وقال إن هذه شروط مسبقة قبل إجراء الحوار، مسألة لازم إعلاء، لازم وقف، ولازم تجميد. شرط مسبق. طب هنعود إلى هذا. أريد أن أستمع من حضرتك الإجابة، لكن معنا الآن على من 19 فبراير من بداية الاعتصام سأستمع إلى الإعلان الدستوري. نعم، سأستمع إلى رأي حضرتك في هذا الموضوع. وفانا بآخر التفاصيل أعود إلى ضيفي في الاستوديو. الأستاذ مجدي حمدان، كنت تتحدث عن ردا على السؤال مسألة الشروط المسبقة. يعني هناك من يقول إننا لا نريد أن نبدأ بشروط مسبقة، لأنه الحرية والعدالة أو الطرف الآخر ما يعرف بالتيار الإسلامي له ما يسمى بالشروط المسبقة من الطرف الأول والطرف الأول كذلك. إذن الحديث الآن هو يجب أن يبدأ الحوار بدون شروط مسبقة من أي من الطرفين. هذا ما يثيره البعض، لست أنا، ولكن تمام. نعم. هل هذا ممكن الآن بعد الوصول إلى ما يشبه الطريق المسدود إذا اتفقت معي؟ وصلنا دلوقتي لطريق دم. بقى في قتلى، في مصابين، فما ينفعش ان احنا نتحاور دلوقتي الا بعد تسليم المجرمين الحقيقيين الذين قتلوا الشهداء بالامس الى العداله. دي خطوه اولى. الخطوه الثانيه الاعلان الدستوري. احنا طلعنا من يوم 19 فبراير وليس بالامس كما اعلن دكتور بلدي. من 19 فبراير احنا خرجنا على الاعلان الدستوري، قلنا الاعلان الدستوري اعلان مكبد. الاعلان الدستوري بيصنع دكتاتور جديد لابد من اسقاطه. الرئيس محمد مرسي لم ياخذ بارائنا حتى اليوم، لم يتخذ أي قرار بشأن إسقاط الإعلان الدستوري. وعندما خرج الدكتور المستشار محمود مكي بالأمس وأعلن بأن هو رافض الإعلان الدستوري وأن الرئيس لن يستعمله، فإذا كان الرئيس لن يستخدم الإعلان الدستوري فلماذا أصدره من الأساس إذا كان لن يستخدمه؟ فبالتالي هو يدرك الرئيس في قرارة نفسه بأن هذا الإعلان الدستوري غير صحيح من الناحية الثورية ومن الناحية السياسية. بالنسبة للدستور نفسه، أنا أحب أعود بس لبعض المواد إذا كان في توافق عليها. القوى المدنية المنسحبة انسحبت لعدم وجود توافق على المواد بالدستور، وخصوصا بعض المواد، وإذا أنا لن أعددها، أنا بس هذكر مادتين على الأكثر هما ذات جدال واسع. في مادة من المواد لا أذكر رقمها بتنص على أنه يتم تشغيل الأطفال عند بلوغ سن الإلزام، سن التعليم الإلزامي. معنى كده إن ممكن الأطفال بعد 12 سنة
ان هو ينزل يشتغل، وطبعا ده منتقص لحقوق الاطفال وحقوق الانسان. يتم التشغيل بشكل يعني يتنص على انه يسمح لهم بالعمل بعد بلوغ سن الالزام. ده في حظر تشغيل الاطفال بعد بلوغ سن الالزام. لا قبل مكتوب كده في سن المادة، الالزام حظر تشغيل الاطفال حتى بلوغ سن الالزام. يعني معنى كده ان بعد 12 سنه الطفل ممكن يتعلم. سن الالزام 15 سنه مش 12 سنه. لا مرحله 6 سنين الالزام التعليمي 12 سنه، 6 سنوات. هذا التعليم الالزامي. هل الماده 202 سن البلوغ الماده 202 ودي من المواد يعني سن البطاقه يعني 15 سنه، واحنا بنقول ان هو يتم 16 سنة. الاستكمال 15 سنه. الماده 202 بتقول ان الرئيس محمد مرسي او رئيس الجمهوريه يقوم بتعيين كل الجهات الرقابيه. فهل ترى حضرتك ان انا لما اجي اراقب عليك كرقابه شخصيه، واخد بال حضرتك، اعين، اسيب لك حريه تعيين من يراقبك؟ هل هذه من صلاحيات رئيس الجمهوريه ان يعين من يراقبه؟ وهناك بعض المواد ايضا تنص على ان الجهاز المركزي للمحاسبات لا يحاسب الجمعيات ولا يحاسب مؤسسه الرئاسه، مما يزيد الامر عمقا وجدالا بانهم يريدون الا يتم محاسبه جماعه الاخوان المسلمين على ما يدخرونه او ما يقومون بصرفه او ما يقومون بتجميعه. هذه ماده اساسيه لابد من شطبها في الدستور، ومن ضمن المواد الخلافيه 51 ماده خلافيه لابد من الرجوع والتوافق عليها، والا لن يتم الاستفتاء على هذا الدستور، ليس مننا ولكننا من الشارع المصري. الشارع المصري يدرك ان انسحاب القوى السياسيه وان القوى الوطنية التي رفضت أن تقوم بالإشراف على الانتخابات، النقابات المهنية الشريفة التي رفضت أن تشارك في هذا الاستفتاء وأعلنت رفضها، نقابة المحامين التي أعلنت رفضها، نوادي القضاء التي أعلنت رفضها. كل من نادى برفض هذا الاستفتاء هو يدرك العيوب والعوار الصحيح في هذا الاستفتاء أو في هذا الدستور. طيب، تعليق أخير للأستاذ محمد عبد الحليم يداهمنا الوقت. أولا يعني الرئيس مرسي يعني هو صاحب الشرعية، وهو يصدر قراراته دون الرجوع لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من خارج مؤسسة الرئاسة، وهو مسؤول عن قراراته، كما أن الشعب المصري يؤيد الرئيس مرسي في قراراته سواء الإعلان الدستوري أو الدعوة إلى الاستفتاء، وهذه يعني غالبية الشعب المصري تؤيد ذلك، والصندوق هو الحكم بيننا. كما أن المواد التي ذكرها الزميل يعني هي فيها شيء من المغالطات. بالنسبة لأعمالة الأطفال هناك حظر في الدستور عن تشغيل الأطفال قبل سن الإلزام، قبل انتهاء سن الإلزام، هذا حظر موجود في الدستور. كما أن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الأجهزة الرقابية بعد وفقا للقانون وبعد اختيار هذه الأجهزة لمن يمثلها، فهو يصدر مادة التعيين ولا يختار من تلقاء نفسه. كما أن موضوع الانسحابات لم تكن بسبب عمالة الأطفال كما ذكر، وإنما بسبب عدم وجود مادة تتحدث عن الرق التي كان يصمم عليها السيد عمرو موسى، والمقصود بالرق هنا عدم تزويج البنات قبل سن 18 سنة، وهذا طبعا مسألة مكانها القانون وليس مكانها الدستور، ولا يوجد دستور في العالم يحدد سن الزواج أو يعتبر الزواج من دون سن 18 هو رق من ضمن المعايير التي توجد في الأمم المتحدة. هناك كثير جدا من المغالطات تطرح في الدستور. سلطات رئيس الجمهورية محددة في الأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية، ولا توجد أي سلطة أخرى، وباقي السلطات لرئيس الوزراء. يعني هذه طبعا مغالطات. نحن إذا في انتظار، طبعا للأسف الوقت الحلقة انتهى. تزويج الفتيات عند سن الثانية عشر ليس برق. ما حدش قال تزويج فتيات عند سن كذا في الدستور إطلاقا. نحن في انتظار طبعا الرد والأخذ والجذب بين الأطراف المختلفة حول هذه المبادرات لإخراج مصر من المأزق الراهن، وكفانا دماء تسال في شوارع البلاد. شكرا جزيلا ضيفينا الكريمين الأستاذ محمد عبد الحليم السيسي عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وأيضا الأستاذ مجدي حمدان عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونلتقي غدا في حلقة أخرى من المشهد.